مرحبا، أنا اليوم رح أعلمكم طريقة عمل حشوتين جداد كتير منعشين وكتير طيبين. حشوة موس التوتي فروتي وحشوة موس الليمون، وأكيد طريقة كريم الليمون أو الليمون كيرد لتحضير حشوة موس الليمون. بالبداية أنا استخدمت جيلاتين حيواني، هي صورته أنا وصيت عليه من إيباي حلال. ما بصير تستخدموا الجيلاتين النباتي. لحشوة التوتي فروتي أنا حطيت 3 معالق صغار جيلاتين، ولحشوة الليمون حطيت معلقة صغيرة جيلاتين. بس أنا طبعا حشيت طبقتين من موس التوتي فروتي وطبقة واحدة من موس الليمون. ولكل معلقة صغيرة جيلاتين رح حط معلقة كبيرة مي باردة وخليهم لحد ما يجمدوا تماما. لتحضير حشوة موس التوتي فروتي حطيت أنا كوبين من التوت المشكل، أي توت عندكم بيمشي الحال. أنا هون عندي راسبريز وبلوبريز وتوت أحمر يعني كل الأنواع. حطيت عليهم معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة عصير ليمون، وخليتهم على النار لحتى غليوا، ووطيت النار وخليتهم شي نص ساعة لحد ما طلعوا كل السوائل من قلبهم. بهي الأثناء بلشت بعمل كريمة الليمون. حطيت 100 ملي من عصير الليمون، عليهم 150 ملي من السكر طبعا بطنجرة، ورح حط عليهم برش ليمونتين، ورح حط عليهم كمان بيضتين كبار. هلأ رح أخفقهم كتير منيح، ورح كون محضرة طنجرة تانية فيها مي عم تغلي على النار. رح حطهم فوق الطنجرة التانية على حمام مائي، وضل عم بخفقهم شي 5 دقايق لحد ما يجمدوا. طبعا هي كانت بلشت رح تغلي، بس هلأ بتغلي لما حط الطنجرة التانية فوقها. طبعا ما منوقف ابدا عن الخفق مشان بالاخير ما يطلع معكم اومليت يعني. ضلوا عم تخفقوا، لا توقفوا ابدا لحد ما يسمك المزيج بهذا الشكل. منشيله من على النار، طبعا لما يبرد رح يسمك اكتر واكتر. هلأ أول ما أشيله من على النار رح حط عليه 50 جرام من الزبدة غير المملحة. خلطهم كتير منيح لحد ما تدوب الزبدة، ورح حطه بمرطبان لحد ما يبرد تماما. أنا حطيته بالفريزر لتسريع العملية لأني كنت بدي أعمل فيه الموس مباشرة. طبعا إذا بدكم تعملوا بس كريمة الليمون تتلذذوا فيها، أو تحطوها على التارت، أو تحطوها وين ما بدكم بالمكرون. هي الوصفة بتضل بالبراد حوالي أسبوع وكتير طيبة. هلأ بهي الأثناء أنا كان التوت عندي طلع كل السوائل يلي فيه. حطيته بمصفاية وعصرته كتير منيح لحد ما طلعت كل شي فيه سوائل، وكمان خليته بالبراد لحتى يبرد مشان استخدمه. وأنا كمان حطيته هون بالفريزر لأني كنت مستعجلة. بهذا الشكل طبعا بنعصره كتير منيح، ما بنخلي فيه ولا شي. هلأ ولتحضير موس الليمون حطيت 300 ملي من كريمة الخفق، وحطيت عليها 3 معالق كبار سكر بودرة. طبعا عفوا سكر عادي. كمية السكر من معلقتين ل3، هذا الشي بيعتمد على حموضة الليمون تبعيتكم. أنا كانت كتير حامضة، حطيت 3 معالق. الجيلاتين جمد بهذا الشكل مثل ما انكم شايفين. رح حطه بالميكروويف 5 ثواني فقط. اذا ما داب برجعه 5 ثواني. ممنوع الجيلاتين يغلي ابدا والا بيخرب مفعوله. فيكم تحطوه كمان بغلاية القهوة على النار، على نار كتير خفيفة لحد ما يدوب فقط. ممنوع يغلي الجيلاتين. تمام، هي النقطة كتير انتبهوا لها. بس يدوب معي الجيلاتين تماما رح نزله فوق الكريمة. طبعا الكريمة ما بصير حط عليها الجيلاتين من بداية الخفق وإلا بتفرط، لازم تكون وصلت لهي المرحلة لحد ما أقدر حط فوق الجيلاتين. على طريق مصفاية رح نزل الجيلاتين على شكل خيط رفيع، وبأثناء الخفق مشان ما يكبتل معي بهذا الشكل. وهيك بيكون الجيلاتين يعني خلصت العملية تبعيته. خلص بس انخفق معي الكريمة تمام. رح حط عليها 100 ملي من كريمة الليمون يلي عملتها.
طبعا كريمة الليمون يلي عملتها طلعت 300 ملي، يعني بتكفي 3 مقادير من هذا المقدار. يعني ما ضروري تعملوا الكمية كاملة. إذا بدكم تستخدموه للموس فيكم تعملوا نص الكمية فقط. طبعا شوفوا كيف جمدت بعد ما حطيتها بالبراد، ولسه بتجمد أكتر من هيك يعني. رح حركها كتير منيح بواسطة سباتشولا لحد ما تمتزج، وبهذا الشكل بيكون موس الليمون صار جاهز معي. هلأ لتحضير موس التوتي فروتي أنا عندي 200 جرام من جبنة الفيلادلفيا، عليها 150 ملي من السكر البودرة، ومعلقة صغيرة فانيليا. رح أخفقهم كتير منيح. طبعا مثل ما قلت لكم هي الكمية بتكفي طبقتين. رح أحط لكم بصندوق الوصف المقادير لحشو طبقة واحدة. بس يصيروا معي بهذا الشكل رح ضيف عليهم التوت البارد ورح أخفقهم كتير منيح، مو كتير منيح يعني، رح أخفقهم بس لحتى يمتزجوا عفوا. بس يصيروا معي بهذا الشكل أنا رح أخفق 400 ملي من كريمة الخفق. وطبعا رح كرر نفس عملية الجيلاتين، بس تجمد الكريمة معي بهذا الشكل. حدوب الجيلاتين بالميكروويف بدون ما يغلي، وبعدين رح جيبه ونزله بواسطة مصفاية على شكل خيط رفيع فوق الكريمة بهذا الشكل مثل ما انكم شايفين. شوفوا كيف داب الجيلاتين. طبعا ليش نحن بنستخدم مصفاية؟ مشان اذا كان في كتل باقية يعني بالجيلاتين ما تنزل فوق الكريمة. هلا بعد ما توصل معي الكريمة لهي المرحلة رح نزل عليها خليط الفيلادلفيا. طبعا فيكم تستخدموا جبنة كيري والتوت، ورح خلطهم كتير منيح لحد ما يمتزجوا، وبهذا الشكل بيكون صار موس التوتي فروتي جاهز. هلا لحشي الكيك انا ما عندي رينج، طبعا دائما بستخدم قوالب الكيك. عندي قالبين بغلفهم كتير منيح بالنايلون. وطبعا هذا الكيك جلوتين فري، انا عملته لونه زهري، كان لحفلة بيبي شاور. طبعا رح احط لكم رابط الكيك جلوتين فري بصندوق الوصف، ورح احط لكم كمان رابط الكيك الاسفنجي العادي. سقيته انا هون، اخترت عصير البينك ليمونيد، بس اكيد فيكم تستخدموا شو ما بدكم للتسقية. يعني انا حسيت انه نكهته حتكون منعشة وملائمة للنكهات الحشوية اللي انا استخدمتها. رح سقي الكيك مثل ما انكم شايفين، ورح احط قسم من الحشوة. حطيت نص حشوة التوتي فروتي، راح مسدها كتير منيح بهذا الشكل. بعدين راح احط طبقة الكيك التانية واسقيها بنفس الطريقة، وراح احط عليها موس الليمون. كمان نفس الشي بمسدها كتير منيح. وبعدين رح اغلفها كتير منيح بالنايلون، وحطها بالفريزر على القليلة 6 ساعات. انا بفضل حتى يوم او اكتر، حتى اذا فيني حتى قبل بوقت منيح من الحفلة، يعني بطلعها بس قبل بيوم مشان التزيين. هاي الخطوات كلياتها بتنعمل معكم قبل بوقت. الكيك بعمله بفرزه، وتاني يوم بطلعه وبحشي وبرجع بفرزه. يعني فيكن تعملوها قبل بوقت، وكل ما يعني طولت عادي بتصير أطيب، يعني ما في أي مشكلة. طبعا بالقالب التاني عملت نفس الشي، وحطيت أول طبقة من الكيك، ورح حط القسم الأخير من حشوة التوتي فروتي فوقه، وبعدين رح حط له آخر طبقة، ورح غلفه كتير منيح. هذا الشكل النهائي. طبعا شوفوا شو طرية وشو طيبة وشو، عن جد واو. كتير رح تحبوها، جربوها ما رح تندموا. وصحتين وألف ألف ألف هنا.